هذا. انت ايضا غنيت، هل نعتبره غناء ولا يعني اداء ولا مش عارفه، اللي بتحب التسميه مثل ما هي، لكن فعلا نجحت كاحسن مطرب. لا طبعا، بدليل انه الاشرطه تباع والناس تتسابق على سماعها، فكيف تصنف نفسك؟ انا مؤدي لا مش مطرب. المطرب ده يعني بقى في عرب في صوته وفي مقامات ايه ومش عارف ايه ونسلطن واحنا بنسمعه، ده الطرب، طرب. انما الممثل لما بيجي في فيلم اجتماعي بسيط لطيف، بيبقى الغناء هنا بديل لمشهد تمثيلي. يعني يقول لها يعني ايه، وبيتكلم بلسان حال الشخصيه، فبدل الحوار يروحوا شاطبين على الحوار وكاتبين الحوار ده مغنى، الحاله النفسيه. يعني في البيه البواب مثلا مش ممكن تجيبي مطرب، يعني مش ممكن مثلا عبد الحليم حافظ او فريد الأطرش او محمد عبد الوهاب باصواتهم العظيمه العملاقه دي ويقول الناس كتيره ليه، هو النهارده ايه، يوم الخميس كان بكره، يبقى التلات كان ايه. ده صوت انا بجيبه علشان عبد السميع بيغني كده، مش احمد زكي اللي بيغني كده، ومش المطرب بيغني كده، انا بيه ويكح ويتف ويضحك في غنوه. يعني اذا عبد السميع اللي بيغني، مش عبد الحليم بيغني ولا احمد زكي بيغني، عبد السميع بيغني كده. لما اجي اغني في كابوريا ولد بيشتغل بتاع ازاز وعامل وبيسمع اغاني بسيطه وثقافته قد كده، فلما يجي يغني لا انا في اللابوريا، لا بيغني حسب ثقافته وحسب دماغه، غير لما اجي اغني فوهيه يعني في دور مش عارف ايه، غير لما اغني في مستر الكاراتيه اللي انتوا هتشوفوه سايس وبيغني بيحب الكاراتيه وبيغني دي. يعني في كل دور بيبقى ليه الصوت بتاعه وليه الشخصيه بتاعته اللي بتغني.